ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك يا دكتور صبري؟ حقيقة انا يعني حزين لحالة الاعلام اللي احنا فيها، وحزين لحالة الاعلام اللي حضرتك اتكلمت فيها تحديدا يا استاذ محمود. المفروض حضرتك صحفي وصحفي كبير، ما انت صغير، وكنت رئيس تحرير مجلة الكواكب، وراجل يعني ما حدش ينكر ابدا الدور بتاع حضرتك. المفروض الاستاذ محمود سعد يبقى مهنيا صحفي كبير. صحفي الكبير قبل ما يقول خبر بيتاكد من صحه الخبر. ما احنا متاكدين انه اتقال في قناه 25، قناه زميله. حضرتك يعني ولا ما قناه زميله، قناه اولا لما تبقى دكتور صفوت قناه زميله وقناه بتشتغل بتاعه الاخوان المسلمين وتناقلت المواقع كلها الخبر، وحضرتك ما كذبتش طول النهار. لا معلش، عامل ايه انا؟ بعد اذن حضرتك قناه مصر 25 ما قالتش الكلام ده نهائي. انا لم اظهر على قناه مصر 25. لا مش انت اللي قلته، القناه قالته من على تويتر. لم تقله. طب هقول لسيادتك حاجه عشان نريح الاطراف كلها. انت سيادتك قريته امتى؟ سمعته امتى؟ طب خلينا اكمل كلام. لا معلش، ما ترد عليا. طيب سمعت الساعه 11 الصبح. ما ردتش عليه ليه من ساعتها؟ 12 الظهر. رديت عليه الساعه كام؟ رديت عليه الساعه 1:30 الظهر. احنا ما شفناش الرد بقى، معلش حقك علينا، يبقى حقك علينا وبنعتذر لك يا شيخ صفوت. يا استاذ محمود حضرتك ما شفتش الرد، دي مش مشكلتي. سواء رديت او انا ما رديتش، حضرتك يجب ان تتاكد من الخبر قبل ان تقوله. انت ناوي تربيني يعني؟ اوكي اتفضل. ناوي تربيني يعني؟ تربيني زي ما انت عايز. حاضر، انا قلت لك ان احنا متاسفين وما سمعناش الخبر ومفيش حد كبير على التربيه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ حضرتك تحت امرك. انا عاوز اقول لحضرتك خليك يا استاذ محمود رجل كبير في اعيننا كما انت كبير. متشكر. ما ينفعش ابدا يا استاذ محمود، ودي مش اول مره حضرتك تنقل اخبار غير صحيحه. لا ما انا ما بنكرش، انا ما بنقلش اخبار كاذبه يا دكتور صفوت. لا انت نقلت اليوم خبر كاذب يا استاذ محمود. النهارده نقلت حاجه وقالوا لي الدكتور صفوت حاجه عايز يصلحها، فقلت لهم تحت امره، احنا اسفين وبنعتذر. ايه تاني؟ لم تكن لتدخلني الا ان انا اتصلت برئيس القناه، بصاحب القناه. صاحب القناه اتصلت بيه قلت له انتوا بتكذبوا. لا من قبل ما اعرف حكايه صح، انا ما اعرفش انك اتصلت بصاحب القناه، انا ما اعرفش. لان انا حاولت، لان صاحب القناه مش في مصر. انا عارف انه مش في مصر. انا ما اعرفش انك اتصلت بصاحب القناه، وانا ما بشتغلش عند صاحب القناه، وليته هتوقعني في الراجل. دكتور صفوت ردك تحت امرك، اتفضل قوله. استاذ علاء ردك اتفضل قوله. استاذ محمود بعد اذن. يعني ايه؟ يعني في حاجه تانية طلبات عند سيادتك؟ انا عاوز حضرتك تبقى كما انت يا استاذ محمود. لا مالكش دعوه بيا، سيبني في حالي بقى، انا زي ما انا كده، انا زباله. شريف. لا سيبني في حالي، مالكش دعوه بيا. انت سيادتك عايز ترد على ان الخبر مش صحيح، رديت وسمحنا لك انك ترد. انما انت بتهددني بصاحب المحطه والكلام اللي ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ انتوا كل كلامكم كده. او ان قناه زي قناه النهار قناه كبيره بيشتغل فيها ناس كبار بنحترمها وبنشوفها، عيب ان هي تنقل اخبار كاذبه. يا دكتور صفوت الخبر كان إيه موجود على تويتر، احنا ما لقيناش خبر كاذب. الخبر كان موجود على تويتر من الصبح، ما نقلناش خبر كاذب، ما الفناش خبر. وبعدين سيادتك بنديلك فرصه انك ترد، مش تدينا درس في الاخلاق. انا رديت وبقول خلاص يا دكتور صفوت، شرفتنا. دكتور صفوت حجازي، شكرا جزيلا. الرد خلاص. فين المكالمات اللي هتجيلنا بقى؟ ايه ده؟ احنا فين؟ احنا بقينا فين؟ يلا يا جماعه شوفوا تليفونات مين اللي هتجيلنا. الراجل قال، قلنا له كلمه وقلنا ان احنا متاسفين وبنعتذر وخلاص، هيدينا درس في الاخلاق. في ايه؟ خلاص بقينا مش متعلمين، وبقينا كفره، وبقينا جهله، وبقينا اعلاميين زفت، وبقينا مش عارف ايه زفت. يلا مش مشكله، كله في حبك يهون.